السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الثانوي، اهلا بيكم وفيديو جديد. الحقيقه الفيديو ده مش بس لطلاب الصف الثالث الثانوي، ولكن هو لكل الطلبه حرفيا، سواء الطلبه اللي عدت من ثانويه عامه او اللي قبل ثانويه عامه او اللي ربنا ما وفقوش وجاب مجموع او اللي ربنا وفقه برضه وجاب مجموع، فهي لكل الطلبه. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تنزل تعمل لايك، ويا ريت يعني لو تسيب رايك في كومنت، ويلا بينا نبدا الفيديو. ازيكم يا شباب؟ انا عارف ان الفتره دي انت مش احسن حاجه، وانا هنا كلامي لدفعه 2023 اللي هي خلاص باقي اقل من شهرين او شهرين تقريبا ويمتحنوا. هي الفتره دي بتبقى مش متظبطه كده، فعشان كده انا حبيت ابدا اول حاجه بان انا اطمن عليك. لا وكمان يعني ممكن تكون كنت مخطط انك تعمل حاجات كتير في رمضان وانك تذاكر مواد كتير، ولكن للاسف رمضان غالبا ممكن يكون عدى عليك من غير ما تعمل فيه اي حاجه، او انك تعمل فيه مجهود قليل جدا، وده اللي اغلب الطلبه بتعمله. وفي الفيديو ده انا حابب اجاوب على سؤال مهم جدا. السؤال دوت شفته قدامي كتير، ناس كتير بتتكلم عنه، بيجاوب عنه بآراء مختلفة تماما، كل واحد ليه رأي غير التاني خالص في السؤال ده. السؤال بيقول: هو انا لازم اجيب مجموع في ثانوية عامة؟ والله بص، هو انا الفيديو ده كنت عايز اجاوب معاك عليه بان انا افضل اتكلم معاك كده من غير مونتاج ومن غير ما اعمل اي حاجة، ان احنا نبدأ الحوار كأنه دردشة بيني وبينك. ولكن الحقيقة أنا شخصية ما بتتكلمش كتير في الحقيقة أصلا عامة، حتى لو تعرفني على الحقيقة فأنا مش بتكلم كتير، أنا غالبا قاعد ساكت، فما عنديش القدرة على إن أنا أفضل أتكلم كده من غير مونتاج ومن غير ما أسكت. ما بعرفش أعمل كده الحقيقة، ولكن أحاول على قد ما أقدر. يعني أنا ما أعملش مونتاج قوي في الفيديو ده، لأن أكيد هعمل مونتاج ويمكن كتير، والله ما أعرفش بقى. المهم يلا بينا نجاوب على السؤال ده. الحاجة مع إنه لأ، على فكرة مش لازم خالص ان انت تجيب مجموع عالي في ثانويه عامه. وانا هنا على فكره اقصد مجموع عالي مش كليه عاليه، لانها تختلف. لان احنا شفنا ناس كتير جابت مجاميع عاليه واختارت كليات مجاميعها مش عاليه قوي، زي مثلا الناس اللي بتجيب هندسه وبتخش حاسبات ومعلومات، فهندسه اعلى من حاسبات. وفي ناس ما بتجيبش مجموع عالي بتخش كليات بمجاميع قليله عادي خالص، وبتنجح فيها نجاح باهر وبتعمل حاجات كتير جدا فيها. فانا هنا زي ما بقول لك كده، انا اقصد انك تجيب مجموع عالي مش كليه عاليه، فاهم؟ انا بتكلم عن المجموع نفسه. الثانويه العامه بالنسبه لي انا شخصيا كعمر، انا شايف ان هي او اظن يعني ان هي كده فعلا، هو مش مجرد ظن مني او مش مجرد اعتقاد مني، يعني ان الثانويه العامه هي اول اختبار حقيقي ليك في حياتك كشخص بالغ واعي للي انت بتعمله. في ناس بتحب تبدا حياتها بان اول اختبار ليها ان هم يعملوا فيه نجاح كبير وان هم ينجحوا فيه، بحيث ان هم يفضلوا فاكرين النجاح ده مهما كبروا ويحكوا لعيالهم عنه وكل الكلام اللي احنا عارفينه دوت. زي مثلا كده اول ترم ليك في الكليه، لو انت كنت من دفعه 2023 او اصغر من كده، فاول ترم ليك في الكليه في ناس بتكون حابه ان هي تبدا اول ترم ليها في الكليه بان هم، او اول سنه عامه، ان هم بقى يذاكروا جامد وان هم يجيبوا مجموع عالي وان هم بقى يطلعوا من اوائل الدفعه. وده بيكون تفكير اغلب الطلبه عامه، وتحديدا لو كانت الكليات بتاعتهم مش عاليه قوي، ليه؟ اللي هو قمه في كليه قاع والكلام ده، ويبقى تفكيرهم كده. ولكن وده اغلب الطلبه يعني. وفي ناس تانية بتدي لنفسها فرصة في الترم الأول، ويمكن تدي لنفسها فرصة في الترم التاني وفي السنة الأولى عامة، يعني بإن هي تفهم الكلية دي إيه، الكلية دي إحنا بنذاكر لها إزاي، الدكاترة دول إحنا إيه علاقتنا بيهم، هل المفروض نفهم دماغهم إزاي بيحطوا الامتحانات وكده وهم فعلا اللي ماسكين الدنيا، ولا أنا قدامي مقرر أذاكر كل حرف فيه، ولا أركز على اللي بيقولوا الدكاترة. في ناس بتدي لنفسها فرصة في أول ترم بإن هم يركزوا او يفهموا الكليه دي عامله ازاي او ماشيه ازاي. وفي الحقيقه ان الترم الاول ليك في الكليه او السنه الاولى ليك عامه في الكليه هي مش بتحدد نهائيا تقديرك لما تتخرج هيكون عامل ازاي. بص، لو انت مش عارف يعني، فاحنا بعد ما بنخلص الكليه، بعد ما نتخرج يعني، فبيكون في حاجه اسمها المجموع التراكمي. المجموع التراكمي ده هو بيحسب لك درجاتك في السنين بتاعتك في الكليه كلها ويطلعها لك ويشوف تقديرك بقى، سواء جيد جدا امتياز مقبول، اي حاجه من الحاجات ديت يعني. فان انت في اول سنه تعمل مجهود كويس وان انت تجيب مجموع كويس هي حاجه حلوه طبعا، ولكن لو ما جبتش مجموع كويس او ما ربنا ما وفقكش وما قدرتش تجيب مجموع عالي قوي وانك عديت بالعافيه، فده مش حاجه هتاثر عليك في المجموع التراكمي قوي يعني، او يمكن ما تاثرش عليك نهائيا اصلا، لان انت ممكن في السنه الثانيه ليك تقوم شادد جامد وتجيب مجموع عالي قوي. اوف يا نهار مروحه. دايما هتلاقي في عقبات بتواجهك، زي الفيديو اللي قطع مره واحده دوت، لان للاسف اكتشفت ان المروحه شغاله، فيعني المروحه شغاله فهي بتعمل دوشه في الفيديو، فانت غالبا بتقفل الفيديو تمشي اصلا. والله انا عن نفسي لو اتفرج على فيديو كان في مروحه مفتوحه وعامله دوشه حواليها هقفل الفيديو وامشي، ولكن للاسف انا مش هقدر اصور كل الكلام وهي الكاميرا مش معدوله كمان.
مش هقدر اصور كل اللي انا عملته ده تاني، لان انا للاسف المغرب خلاص هيأذن واحنا معزومين عند ناس فلازم امشي. المهم نرجع اللي احنا بنقوله، ان انا كنت بقول لك ان انت ممكن مثلا في سنه تانية تشد جامد، او في سنه ثالثه تشد جامد وتجيب مجموع عالي قوي، يفرق معاك في التراكمي اللي في الاخر دوت، وان انت تجيب في التراكمي مجموع عالي. فالترم الاول او السنه الاولى فهي مش مهمه قوي انت هتجيب كام، ودي حاجه اول ما تخش الكليه بعد النتيجه على طول هتلاقي كل الدكاتره بيقولوها لك. يعني من الاخر من اللي انا عايز اقوله لك ده كله، ان الثانويه العامه زي ما قلت لك هي اول اختبار ليك في حياتك، فهي دي مش بتحدد انت حياتك هتبقى ماشيه ازاي بعد كده، او انت هتعمل ايه بعد كده في حياتك. يعني مثلا خلينا نشبه حياتك بخط مثلا طويل كده، الخط ده بيكون فيه كور عليه كده، كور كور كور، الكور دي كل كوره فهي بتمثل اختبار ليك في حياتك. طيب تعال نفترض ان اول اختبار ليك في حياتك ده انت للاسف فشلت فيه، فهل ده معناه ان انت خلاص كده حياتك الجايه كلها خراب بقى ومش هتنجح تاني والدنيا وقفت؟ لا خالص، على فكره زي ما قلت لك كده ان ده اول اختبار، مجرد الاول بس، لسه في واحد تاني، في واحد تالت، في رابع، في كتير. انا دايما بحب اشبه حياه البني ادم ده بماتش كوره، وان الثانويه العامه ديت اول هجمه انت بتعملها في الماتش. والله لو جت فالحمد لله، ما جاتش بقى فعادي، الماتش لسه طويل قوي، لسه ممكن اعمل هجمات تانية، ممكن اعمل حاجات كتير قوي تانية. بس برضه زي ما قلت لك كده، يعني ان في ناس بتحب تبدا حياتها بان هي تعمل نجاح جامد تفتخر بيه وتحكي بيه لعيالها قدام وتفضل فاكره طول حياتها. يعني زي ما قلت لك كده، اول هجمه في الماتش ديت لو جات ما جاتش فخلاص لسه بدري، ولكن لو جات فدي بشرة حلوة، انا اول الماتش لسه بادئ لسه نازل انا جبت هدف. فلو ما جاتش عادي، انما لو جات فهي بشرة حلوة، فانا اتمنى ان هي تيجي طبعا. لكن برضو ما تنساش ان ده مش معناها ان انت فزت بالماتش وان الماتش خلاص خلص. على فكرة لسه من يومين كان الزمالك بيلعب المصري، في اول 20 دقيقة الزمالك كان فاز 2-0، في اخر الماتش المصري فاز 3-2، فده مش معناه ان انت فزت الماتش. وده بيودينا لنقطة تانية، وده ان هو انت لو نجحت في الثانويه العامه وجبت مجموع عالي ودخلت كليه جامده، فده مش معناه ان انت خلاص انتصرت وان انت حياتك هتبقى وردي بعد كده وخلاص. لا، على فكره في ناس كتير دخلت كليات كبيره ومجاميع كبيره وفشلت في بقيه حياتها، وفشلت في الكليه اللي هي دخلتها واتخرجت، وفي ناس ممكن تكون اتخرجت وما عرفتش تشتغل بشهادتها لان هي شخص فاشل. فاهم؟ فانا عايز اقول لك ان هي مش المحور. وده برضو بيودينا لنقطه تانية، وهي ان انت ما تركزش مع حد، حتى لو حد جاب مجموع وانت ربنا ما وفقكش وما جبتش مجموع، فده ما يستدعيش ان انت تبص على حد. ليه؟ لان ده مش معناه ان انت فشلت وان هو نجح. انت فشلت وهو نجح، ولكن في اول اختبار، في اول اختبار. والله اللي بعد كده هو ربنا يكرمه وينجح، ولكن ركز مع نفسك. انا الاختبار الجاي انا عايز انجح برضو. انا فشلت في اول واحد، ولكن ده مش معناه ان انا هفشل في اللي بعديها. وللاسف في ناس كتير بتيأس، وده اللي اغلب الناس بتعمله، يعني ان هم بييأسوا وما بيبقوش مستعدين اصلا للاختبار اللي بعده. فللاسف لما بيجي الاختبار اللي بعده هم بيفشلوا فيه برضه، بيفشلوا في اللي بعده، بيفشلوا في اللي بعده، لان هم مش مستعدين. هم خلاص فاكرين اول حاجه حصلت، اول اختبار فشلوا فيه، فده معناه ان هم فشلوا في كل حاجه بعد كده. على عكس الشخص التاني اللي بيكون مستني الاختبار اللي بعده بفارغ الصبر علشان يعوض فيه الاختبار الفاشل اللي عمله الاول، وده الشخص اللي انا بشوفه ان هو هينجح بعد كده. لكن انا دلوقتي عاوز اسألك سؤال ومستني منك اجابة، والسؤال بيقول لك هو: هل اول اختبار ليك في حياتك انت عايز تنجح فيه ولا عايز تفشل فيه؟ اديك ثانيتين للرد. طبيعي وبديهي جدا انت عايز تنجح فيه. انت لو قلت غير كده فانت شخص اهبل. انا اي اختبار قبل ما اخشه انا طبيعي اكون عايز انجح فيه، انا اكيد عايز اكون انجح فيه، ولكن للحقيقة المرة وللأسف ان مش كل الناس بتنجح فيه، رغم ان كل الناس عايزة تنجح فيه. فممكن تكون من الناس اللي مش هتنجح فيه، عادي جدا، وارد. وعايز اقولك برضو ان الاختبارات اللي بتجيلك في حياتك ديت هي مش بتجيلك اختبارات مباشرة زي اختبار ثانوية عامة اللي هو جالك مباشر، هو اتحط في طريقك غصب عنك ان انت مشيت في التعليم ووصلت لثانوية عامة. لكن الاختبارات الباقية هي مش بتيجي على طبق من دهب، لان انت ممكن بعد كده تقعد على السرير تفتح نت ما تعملش اي حاجه في حياتك، للاسف مش هتواجه اختبارات اصلا، ومره واحده هتلاقي نفسك كبرت وما عملش اي حاجه في حياتك. علشان كده انت لازم انت اللي بتصنع الاختبارات، وانت اللي بتحدد هتنجح فيها ولا لا. يعني انا مثلا عندي قناه اليوتيوب ديت، انا اول حاجه لما فتحت القناه ديت فتحتها تقريبا من سنه،
كان الهدف بتاعي ان انا كنت لما بذاكر المواد كان خدت فتره طويله على ما قدرت افهم ازاي اقدر اذاكر الماده دي اصلا، ولا ازاي اقدر المها. والله كان تقريبا عدى اكتر من شهرين 3 من ثانويه عامه على ما قدرت افهم هو انا بذاكر الماده دي ازاي، المها ازاي، عايز الطريقه. وانا المجهود موجود، انا بذاكر بس انا عايز افهم الطريقه. فكان كل هدفي ان انا افهم الناس الطريقه اللي بيذاكر بيها كل ماده، علشان ما يتعبوش نفس التعب اللي انا عملته. ده اول حاجه عملتها على القناه، وهي سلسله ازاي ابدا صح. ولكن بعد كده لما لقيت الفيوز على السلسله ديت عاليه، وان الناس الكومنتات كلها لطيفه والناس حبتني، فقلت طيب ما اجرب انزل فيديوهات من نوعيات اخرى، او احاول افيد اكتر بحاجات انا مريت بيها اكتر من كده. يعني ايه فيها لو انزل فيديوهات بشكل اكبر الناس تستفيد منها برضو، فاهم؟ وبعد كده بدات افكر طب ما نيجي نغير المحتوى مثلا ونعمل حاجه تانية. طب ما تيجي نفتح قناه جديده وننزل فلوجز مثلا عليها ونعمل حاجات جديده، مش يمكن تنجح على اليوتيوب؟ مش يمكن تنجح وتبقى صاحب محتوى وتبقى اتحطيت في اختبار تاني ونجحت فيه؟ انا بالنسبه لي اليوتيوب ده حاليا هو اختبار برضو، ممكن انجح فيه ممكن افشل، ولكن منخوض الاختبار، هنخسر ايه؟ افرض فشلت يعني ما افشل، هو انا خسران حاجه؟ انا همشي في الاختبار ده، ويعني يمكن انا اتمنى ان انا انجح. فشلت ايه فيها؟ مفيش مشكله. خلاصه الكلام اللي انا قلته في الفيديو ده كله ان الثانويه العامه هي مجرد اول اختبار ليك في حياتك، او اول هجمه انت بتعملها في الماتش. والله نجحت فيها فدي حاجه جميله جدا وبدايه موفقه، وربنا يعني يكمل خطك كله نجاحات ان شاء الله. ولكن لو ما نجحتش فيها فهي زي ما قلت لك عادي، هو مجرد اول اختبار وهي اول هجمه، الماتش طويل لسه في حاجات كتيره قوي، فما ينفعش تستسلم. وانت لو استسلمت خلاص هتقع. ولكن من وجهه نظري برضو ان يستحسن ان البدايه بتاعتك في حياتك تبقى بدايه موفقه، فتشد حيلك على قد ما تقدر علشان تبقى اول اختبار ليك في حياتك اختبار ناجح. دي حاجه حلوه ان انت تبدا اول حاجه ليك بنجاح. فده كل اللي انا كنت عايز اقوله لك في الموضوع دوت. ومش عايزك تحبط، مش عايزك تيأس عامة. حتى لو الاختبار ده انت فشلت فيه، الاختبار اللي بعده تنجح، الاختبار اللي بعده ما نجحتش، نروح اللي بعده، مفيش مشاكل. ما عادي، الدنيا اختبارات واحنا هننجح في مرة اكيد، يعني مش هنفشل في كل الاختبارات. اهم حاجة ان انا ما يأسش. سلام.